والحمد لله تم سرقة اكونت علياء، الحمد لله اللي مفجرة التيك توك كله، والحمد لله تم سرقته. واللي هيرجع التيك توك بتاع علياء هضربه في دماغه، هفجر له دماغه خالص. اسمع الكلام ده انت. عملت، نسيت كلمة السر، عملت كل حاجة، عملت الايميل برضه مش عارفة ادخل على الصفحة. انت علياء والمصحف ما ينفعش تخش على والله يا ماما انت ما ينفعش تخش على انت ما ينفعش ليك التيك توك خلاص. بعد اللي انت عملتيه ده انت ما ينفعش ليك تيك توك. انت المفروض يعني يشوفوا لك حل، يعني انت اخترعوا لك حل. هم يقفلوا التيك توك بسببك، يخرب بيت دماغك. بالله عليكم اقفوا جنبي، حياة سيدنا النبي عندكم. ما هو انت عليها ما تفتريه، يعني الدكتوره مالها في حالها والدنيا جميله، وانت رحت لها واكلتك بيتزا وروقت عليكي. ليه توديها في داهيه؟ يعني كنا نتقي الله ونمشي على الجنب كده وندي اشارات ونقلب نور ونمشي براحتنا كده على الطريق، ما ندوس بنزين كده للاخر. العربيه هتفلت مننا، البنزين الفرامل هتقطع مننا. فالفرامل قطعت مننا بقى، هنعمل ايه في الحل ده دلوقتي؟ انا عارف ان انت مش تفهميني لان الكلام ده عميق. حياة سيدنا النبي عندكم، حياة سيدنا النبي عندكم. علياء او ماي جاد، ربنا يرزقك. انت بتعصبي بسرعه كده ليه؟ ما تكسري الشقه. خلاص ما تضايق. ايه ده هنرجعهولك بس لما رجعهولك بدي احترمي نفسك. عشان انت قلتي ادبك على مصر كلها. عايز الصفحة، عايز سيدنا النبي عندكم، وعايز سيدنا النبي عندكم، عايز الصفحة، عايز سيدنا النبي عندكم، انا عايز الصفحة. ما هو انت بامانه الله انت خدعتينا وخدعتي الشعب المصري كله. انا اول مره اتخدع كده. يعني الكوكتيل ده جه من امتى؟ ما هو الكوكتيل ده مش طبيعي. الكوكتيل ده لسه نادر علينا كده، لسه جديد، شوب كده جديد. ازاي مضروب كله في الخلاط وطالع في قلب شفشق واحد؟ ما هو مش هتصعبي على الناس ما بعد اللي انت عملتيه ده قله قليله قوي اللي هتصعب عليكي. ما فيش خالص بعد اللي انت عملتيه انا ما ده. صدقت بيعت مناديل، وصدقت قعدت، ما صدقت ربنا كرمني، فلوس ما كلها. حضرتك مش معنى اللي انت بتبيعي مناديل معنى كده اللي انت ببربر يوه لا مؤاخذه يا جدعان، ما بتبربر قدام الكاميرا يعني. ما هو كده مش طبيعي يعني. مش معنى اللي انت بتبيعي مناديل اللي انت ببربرنا يعني قدام الكاميرا. اتقي الله. وبعدين في حاجه، هو اللي عايز يطلع ترند مش بيخبط في خلق الله. اللي بيبقى عايز يطلع ترند ما بيطلعش يقعد يعمل كده، ما بيخبطش في خلق الله. ايه دي، وخليكوا رزينه كده. خليكوا رزينه. الدكتوره قالت اللي انت مش مجنونه ولا فيك اي حاجه، انت بني طبيعيه بس عايزه ايه؟ عايزه ولاء واهتمام ووفاء عشان انت. ودول مش موجودين. عرفت اسحب الفلوس يا جماعه، سحبت الربع مليون، سحبت ربع مليون ايه؟ او ماي جاد، ربنا يرزقك. ربع مليون مره واحده؟ ده انا شعري وعيني كلهم راشين في قلب الربع مليون. ربع مليون مره واحده يا شيخ، اتقي الله في امنا. يا لهوي. اسرقوا الاكونت تاني يا جدعان. البت دي عايزه الاكونت يتسرق تاني. البت دي ما ينفعش تعيش. 300,000. مفيش حد هيعرف يسرق الحساب. يا بنت الحلال يعني ما تندبيش الناس دي عباقرة. ما تندبهمش عشان ما يندبوكيش. هيندبوكي في جنابك. الناس دول لو عايزين ياخدوا حاجة بياخدوها من غير كلام وهري كتير. ما تقعديش تقولي ما حدش هيعرف يسرق الاكونت بتاعك اصلا تحت التهديد على طول 24 ساعة. اه انت بجد مالك يا اسطى؟ في ايه؟ هو انت عندك ربع طاير؟ هو العيله كلها عندها ربع طاير بعد ما شفت الحاج الوالد. هو الربع كله طاير في قلب العيله جايه من غير ربع. في نص بس النص فيه تمن مجلخ. وانت شوف لكم حل معانا. انتوا ما ينفعش تكملوا معانا في قلب المسيره دي. الربع طاير خالص يا جدعان. عايزين نشد نسحب اي حاجه لحسن هيولعوا في ما حرام. الراجل مصدوم. مش عارف يقول ايه. لازم تقولي له هو يقول ايه. الراجل ده مش عارف يتكلم لوحده. لازم تعرفيه هو يقول ايه، غير كده مش هينفع. يلا ندوس بنزين ونشوف. انا جبت 50% السنه دي، و33 السنه اللي فاتوا هيتضافوا على بعض
جايبه 83%. بجد يا سوزي او ماي جاد ربنا يرزقك، او او ماي جاد ربنا ينجحك. اوعي تروحي لها هتوديكي في ده، هترجعك اولى ثانوي تاني. والمدرسه بتاعت المدرسه والمدير وكله قال لي كده، المجموعين هيتضافوا على بعض. جبت 83% للناس كمان. هو انا مش عارف انت ليه حضرتك مبسوطه اللي انت مجمعه 50 و15 ولا 50 و35. المهم اللي انت نجحتي، بس نجحتي على مرحلتين يا سوزي، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين النجاح دايركت على طول. ما فرحانه من ايه ياما في الناس ايه؟ كانوا بيقولوا عليا فاشله. قول كلمه يا بابا. انت يا بنت بعيدة عن ابوكي، ابوكي اصلا مش عارف، هو مش متماسك، هو واقف مصدوم مش عارف يقول ايه. هو لغايه دلوقتي مش مقتنع ان انت نجحتي. هو يعني هاتيها له واحده واحده كده عشان يبتدي يستوعب، عشان انت عامله له ايرور 404 كده ودوت مش نافع. وليه قول لي مبروك. عشمتوني هتجيبوا لي سكوتر وضحكتوا عليا. وهتجيبوا لي السكوتر؟ نجيب لك السكوتر. هو انا بجد مش عارف، هو انتوا الاتنين باصين لبعض كده ليه؟ يعني هو بيكذب وانت هو انتوا ليه قاطعين على بعض كده؟ انت بصله اللي هو بصله، انت بتكذب يا حاج. هو انا ايوه يا بنت انا بكذب، مش هقدر اجيب لك حاجه. ايه البصه دي يخرق والله، البصه دي قتلتني. قول كده قدامه. لا. ايه ده، اشتغلت ولا ايه؟ امي هتجيب لي. هو يا بنت هو انت محفظه الحاج مش يعني انت محفظاه بس هو ما قراش السكريبت كويس، خلي في بالك ده عمال ايه يا عم، هو انت في الاوبرا ولا ايه؟ امي هتجيب لي السكوتر. وربنا بتضحك عليا يا سحر، واصحابها اللي هيشمتوا فيا بكره وانت داخله كده المستشفى تعملي لهم كده 83 تعملي لهم كده. اهم حاجه وانت بتعملهم 83 تعملهم على مرحلتين. مبروك بالنجاح. نجاح على مرحلتين. يعني بقى ينفع كده يا جدعان الراجل يبقى لسه نازل من بلده طازه، لسه نازل من محطه القطر، تعملوا فيه كده مباحث ومش مباحث؟ احنا النهارده بنتكلم على الراجل بتاع التين الشوكي، قال الله في عونه. الراجل يا جدعان كان الدنيا معاه على البايظ هناك في البلد، ومراته حامل وساب البلد ونزل ياكل عيش. نزل هنا بتوع القاهره طبعا، ازاي انت تيجي هنا؟ لازم تيجي هنا تطلع ترند قبل ما تخش من باب القاهره. فعملوا اللي عملوه، رئيس مباحث وظابط وخلاص هننقلك. المهم تعالى نخش نشوف. مع الباشا باشا مصر، مع الباشا حبيبي يا باشا. انا مش هقول ماشي، بس جاي لك اشاره يا باشا، في نقله يا جدعان بجد والله هي الفكره في حاجه، هي الفكره اللي دلوقتي الحكومه بقت اذكى من كده بكتير. يعني كان زمان الكلام دوت كان ماشي، كان اللي هو ايه مباحث بقى والدنيا ديت اللي في الشارع، لكن دلوقتي يابا هو لو عايز يجيبك هيجيبك من قلب تليفونك. هو تليفونك اصلا هو المباحث، هو رئيس المباحث بتاعك، يعني هو كل حاجه دلوقتي. فما تجيش تقول لي في الشارع مش هو الراجل نصيبه والحمد لله طلع ترند، بس هو جه كده اصلا الحكومه خلاص. يعني مش الكلام ده كان زمان، دلوقتي يابا بتليفونك هيجيبك من نوع مكسرك. لا في نقله ماشي يا جدعان اهم حاجه بس ما نضايقش الراجل في الشارع، سيبوه ياكل عيش يا جدعان. والراجل والله شكله محترم وشكله وسيم، بس انا حاسس ان انت امين شرطه مش عارف ليه. ما جت عليا يعني، بس هو يعني الراجل سيبوه ياكل عيش، وما تقعدوش ايه ترخموا عليه، عشان الراجل اللي عامل الفيديو ده عمال بيرخم عليه في قلب الشارع وهو بيسترزق. اتقي الله. هقول لك على حاجه، انت عمرك شفت بحر ضارب في ظرف سحر في قلب المجاري ورا في قلب ال21؟ انت ما فهمتش حاجه. اصبر انا هخش افهمك دلوقتي، خش معايا. هو ايه يا جدعان المايه دي؟ وبعدين اصلا انت بتشيل الطوق ليه يا اسطى؟ ما هي كده هتغرق يا عم، ما بتعرفش تعوم، والناس اللي حواليه هتعملوا فيضان، والواد اللي ورا واقف دوت واقف مستغرب ليه يا جدعان؟ هو انتوا بتعملوا حاجه غريبه مثلا؟ ايه ده؟ اوه ماي جاد، دي اتصدمت حضرتك. ما تقلقيش ده دهب، بس معمول في قلب ولا بلاش هو دهب. خديه واهربي، يلا بينا.
الله اكبر عليك، ده انت كده تعملي فيضان في قلب البحر. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وبعدين يا جدعان المايه دي ميه صرف صحي دي ولا ميه ايه؟ يخرب بيت كده، انتوا بتصيفوا فين؟ يا شيخ يا شيخ، إن خرج مني ريح، حاجة راح أتوضى ثاني؟ ريح ايه يا اسطى؟ ده انت الريح نفسه، وتتوضى تاني ليه؟ انت مش محتاج تتوضى اصلا، مش محتاجه حاجه يعني. 100 مرة أنا أقول لك، أنا 100 مرة أتحدث معك في هذا الأمر. امسك بطنك شوية أرجوك. اجري اتفضل روح اتوضى، طب احنا مستنيينك. من كتر الأكل عامل إيه طيب؟ بتعملوا ايه بقى؟ بتعملوا ايه عشان نبقى فاهمين بقى؟ عشان احنا مش هنتكلم تاني، واقول لكم مش هندخل الهزار في التهريج في قلب الجد. مالكم ومال الصلاة دلوقتي؟ هتعملوا ايه انتوا بقى دلوقتي؟ ورينا يا عم، ورينا، انا وراكم وراكم. أنزل خرطوم شوية وزن كده وزن. أتعسى وزن. ده ايه يا اسطى الوضوء الجديد ده؟ انت تتوضى للمسيح الدجال ولا ايه؟ انت تتوضى لمين يا اسطى كده؟ ولا كيف مكانك، كيف مكانك. ما هذا الوضوء أيها المكروت؟ ما عشان حضرتك يا شيخ انت المكروت الكبير بتاعهم. ما هذا الفيديو العجيب؟ ولا بتتعلموا حاجة. اجري هناك عند المية، اجري هناك. افتح الماء عايزة وزن. هذا وضوء باطل. هذا وضوء باطل؟ يا عم اتقي الله في امنا يا عم، يا جدعان يقطعوا ام النت عن مصر. مصر بتخرب يا لهوي، النت مش نافع يا جدعان. ما بلاش الهزار في التهريج في قلب الكومودين ورا، عشان كده مش نافع. انا هشيل لكم الاوكرا خالص. يا مدام خليكي شغاله معايا. طيب ماشي، انا هكلم البنات. ايه ده؟ ده خاتم ماما. وايه الخيط ده؟ لا ما تقلقيش، ده في فيلم هندي معمول في واحده عامله نفسيه عفريته تمام، بتشد الخاتم عشان تسلته وتروح تبيعه في الوكاله. انت معايا ولا مش معايا؟ انت مش معايا، بس انت مش فاهمه حاجه، بس انا فاهم. عايز تفهم مفهوم الخيانه في مصر عامل ازاي؟ هفهمهولك، بس قبل ما تفهم حاجه تفهم اللي فيه جزئين، جزء كده وجزء كده. الجزء التاني هبوريهولك بعدين، بس انا معايا الجزء الاول تعال نشوفه. تعالى يا حبيبي. ايه ده؟ الباب انا قافلاه قبل ما انزل، هو في ايه؟ يا حبيبتي ده المفهوم الاول، واحد بيبقى متشعلق فوق الباب والتاني داخل من واحد داخل من قدام الباب. ايه؟ انت متأكدة ان جوزك مش هنا؟ لا مش هنا. انا خايف. وحياة امك يا جوزها انزل اديله انزل يا اسطى، اسمها ايه؟ كيك اوت. اديله كيك اوت على قفاه، خد طلعه بره. بس هو انا مش فاكر اسم المصارع الصراحه، بس انت انزل اديله كيك اوت وطلعه بره خالص على طول. انت واقف ليه يا اسطى؟ مين اللي معلقك فوق الكومودينو كده؟ ما تنزل تحت في التسريحه، في بهدله. خايف. لا مش هنا. يا هلالي مش هنا. اقفل الباب، اقفل الباب، انت وحشتني. اقفل الباب، سيبك منه حبيبتي. طب احنا هنفضل مش شعلقين كده في قلب الباب؟ ما تنزل كلمني من تحت، انزل كلمني كده. انت وحشتني قوي. بس الباب مش عايز يقفل. انا مش عارفه في ايه. في ماله؟ مش يمكن حضرتك جوزك قاعد فوق الباب ومش قايل لك، وكان هينزل يديله بالقفا بس مرضاش عشان يشوف بقيه القصه ايه اللي هيحصل فيها، عشان هو وحشك؟ مش هنشوف ولا هتعملوا فيه؟ هتشوقونا على الفاضي ولا ايه؟ هو الباب باظ ولا في حرامي دخل اخر كسر مرة ولا كنا ايه؟ هنا كنا قاعدين قعدة صفا وجميلة. والله. والله. عامة عادي، سيب الباب، هو كده كده مش جاي. وحشاني هو قوي. مسافر. طب الباب. المهم محدش طلع ولا نزل. يا اسطى هو انت مالك؟ انت تفضل قاعد؟ هو انت تفضل في يا اسطى مالك؟ انت عندك ربع ضارب ولا ايه؟ والله العظيم انت عايز لك علياء كده يا اسطى، في ايه؟ ما تنزل يا عم تشوف القصه دي دايره في ايه، عشان انا زهقت يا عم. يا جدعان احنا جينا النهارده عشان ننصح ابو خالد اللي هو ما ياكلش في الطاسه اللي فيها سميات، عشان الطاسه دي فيها سميات. يعني ام خالد تبقى، والله ام خالد دي تشكر، سايبه لك الحله لسه زي ما هي، بس مع اختلاف الطبقات اللي بقت فيها. الطبقات هتجيب لك سميات يا ابو خالد. اتقي الله في نفسك وفي صحتك، بلاش اكل معلبات، كل من الشارع. نفسك في ايه كمان نانا؟ كمان نانا، انا نفسي ابقى نفسي واضحك فيديو ليه ومعايا. ما هو انت اقنعني، هتجيب ال20 وال30 جنيه منين وانت على الله حكايتك؟ هتجيبهم ازاي؟ طور وغير على طول.
ومفيش تغيير ومفيش تطوير. يا عم الحاج انت كده هتسمم. الحله اللي انت بتاكل فيها دي غلط، انت ما صلحتهاش من القرن العشرين، ما اتغسلتش. ايه الحله دي؟ مش عارف ايه الحله، انت بتاكل منها ازاي؟ فلوس كتير 30,000 جنيه. بص عزوزة في العجوزة واقفة كده ليه؟ يا دنيا هو انت بتعمل لنا كده يا ابو خالد عشان انت هتعيد نفس المحتوى القديم؟ انت كده هتطلع تنافس ام خالد يعني في نفس المحتوى، ولا هتعمل ايه عشان نبقى فاهمين ونبقى مركزين على نفس اللاين؟ بس انا بقول لك يا دنيا نفسي ابقى نفسي واضحك جنيه ومعايا فلوس كتير 30,000 جنيه. ايوه ايه يا اسطى؟ ما تتكلم معانا طيب بقى، انت تقعد تغني ولا ايه؟ عرفنا طيب انت هتعمل ايه؟ ايه المكونات اللي انت هتاكلها من السميات اللي انت بتطبخها دلوقتي دي؟ قول لي انت هتعمل ايه؟